السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشي أيوب. اليوم إن شاء الله وبإذن الله راح نبدأ ونكملوا في الدروس تبعنا. الدرس الثاني تاع اليوم هو الدرس الغرزة العدلة. قبل ما نبدا الفيديو تاعي صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كذلك لاول مره يزوروا قناتي نقول لهم مرحبا بكم، شرفتوا القناه، وكذلك المتابعين الاعزاء مرحبا بكم في هذا الفيديو. اول حاجه راح نديروها في هذا الفيديو راح نبداو نوري لكم هنا طريقه كيفاه نديروا فيها هذه الغرزه العدله. شوفوا الشكل تاعها كيفاش جا ما شاء الله. شوفوا كذلك من الخلف، هايليك شوفوا كذلك من الخلف، يعني نفس الجهة من الأمام ومن الخلف تعطي لكم نفس الغرزة. هايليك شوفوا الشكل تاعها. هنا كاين تساؤلات بزاف اللي سألوني قالوا لي إذا نقدروا نخدموا بها هذه الغرزة يعني مشاريع. نعم تقدروا تخدموا بها، يعني تقدروا ديروا بها عدة مشاريع مثل وشاح، كذلك بوني، كذلك جاكيت، بلوفر، يعني عدة أشياء تقدروا ديروا بها هذه الغرزة الجميلة. راح نبداو على بركة الله. بسم الله. لكم في الدرس السابق فقط يعني كيفاش درنا الغرز تاعنا، وكذلك عقدة. في الدرس السابق قلنا درنا غرزة البداية وعقدة البداية عفوا، ودرنا سطر البداية. راح نديروا التذكير، يعني راح نعاودوا نديروا التذكير فقط يعني باش نبداو العمل تاعنا. اول حاجه نديروها راح نحددوا كميه الخيط اللي راح نديروها باش نديروا الغرز تاعنا. انا هنا راح ندير 10 غرز معكم فقط، يعني باش نوريكم الطريقه فقط. هذه الغرزه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، 6، 7، 8، 9، 10. يعني هنا راهو عندي 10 في هذه الكمية تاع الخيط اللي راني وريت لكم هنا. هايليك عندي هنا 10 ندير فيها 10 غرز. هايليك الكمية تاع، يعني الآن حددت الكمية. الآن واش راح ندير عقدة البداية، يعني كما درناها في السطر السابق. راح نحكم الخيط تاعي بهذه الطريقة. راح ندير حيكون عندي خيط جهة اليمين وخيط جهة اليسار. راح ندور الخيط تاعي نلفو هكذا بهذه الطريقة ونحطه على خيط جهة اليسار، ثم نسحب الخيط تاعي بهذه الطريقه وندير عقده. هاي ليك الان راهي تشكلت لي العقده. انا هنا الخيط تاعي راني درته على 2، يعني باش يولي الخيط تاعي متوسط السمك. من الافضل للمبتدئات اذا قدر يتوفر عندكم الخيط الخشين، يعني خدموا بخيط الخشين باش تكون عندكم اريحيه في العمل. شوفوا هنا معايا، هنا شوفوا الخيط تاعي، الخيط هذا اللي حددت به الغرز تاعي راني درته في جهه اليمين، والخيط اللي راهو لاصق في الكبه راني درته جهه اليسار. الان راح نبداو نخدموا الغرز تاعنا. هذه درنا الغرزه الاولى، هذه الغرزه الثانيه. راني في نفس الوقت راني نذكركم بالعمل السابق. الغرزه الثانيه، زيد 3، 4، 5، 6، 7، 8، هكذا 8، 9، 10. هاي كملنا 10 غرز. انا الان الخيط هذا اللي بقى لي الجهه اللي منا راح نعقدوهم مع بعض. يعني هنا نحب ديما نعقد الخيط تاعي باش نضمن باللي مش راح يتحلي منا الفوق. يعني نحكم الخيوط هكا في بعضهم وندير عقده، يعني ندير عقده باش نحكم الخيط تاعي، يعني نضمن فيه باللي ما يتحلش. شوفوا معايا هنا الغرز تاعنا هامليك رانا درناهم. انا درت معكم هنا 10 غرز فقط. نعاودوا نحسبوهم: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 غرز. الان شوفوا معايا لي زيغوي اللي فيه الغرز راح نحكمه بجهه بالايد اليسار، اما لي زيغوي اللي ما فيهش الغرز راح نحكمه بالايد اليمين. هكذا شوفوا معايا الان الطريقه. راح نبداو في الغرزه تاعنا. راح نقرب لكم العمل فقط يعني باش تشوفوا باش تتبعوا معايا وتشوفوا الطريقه يعني جيدا. الان راح نبداو نخدموا في الغرزه تاعنا وهي الغرزه العدله. قلنا من اساسيات الغرز في غرز التريكو هي الغرزه العدله والغرزه المقلوبه. اليوم راح نبدا معكم باذن الله الغرزه العدله. شوفوا هنا معايا راح ندخل لي زيغوي تاعي هكذا. شوفوا معايا راح ندخلوا في الغرزه الاولى. انا الغرزه الاولى نحب ديما ما نخدمهاش. شوفوا معايا راح نسحبها ونخرجها على لي زيغوي هكذا. راني درتها في لي زيغوي الثاني. قلنا لي زيغوي اللي ما فيهش الغرز نحكموا بجهه بالايد اليمنى، ولي زيغوي اللي فيه الغرز نحكموا بالايد اليسرى. شوفوا انا الغرزه الاولى راني خرجتها فقط ما خدمتها.
ما خدمتهاش. الان نروحوا للغرزه الثانيه. شوفوا معايا كيفاش راح ندخل لي زيكوي. راح ندخلوا منا، شوفوا الغرزه تاعي، هذه الغرزه راح ندخلوا منا من الاسفل، يعني يجيني كلي شكل حرف اكس. شوفوا معايا هكذا، يعني لي زيكوي اللي ما فيهش الغرز يكون من الاسفل، ولي زيكوي اللي فيه الغرز يكون من الفوق، يكون من الفوق، يعني على شكل حرف اكس. من بعد شوفوا معايا نحكموا هنا الخيط اللي راهو لاصق في الكبه هذا، ندبروه على لي زيكوي للجهه السفليه، يعني لي زيكوي اللي ما فيهش الغرز. شوفوا معايا كيفاه درت، حكمت الخيط تاعي ودبرته على لي زيكوي بهذه الطريقه. شفتوا معايا. من بعد نحكم هذا، نديرو هكذا، نسحب ونخرجوا من نخرج لي زيكوي تاعي. شوفوا معايا، شفتوا الطريقه، خرجته هاي كاني خدمت الغرزه الاولى. نزيد معاكم غرزه. شوفوا معايا هنايا مليح، نحكم لي زيكوي هذا اللي ما فيهش الغرز، ندخله في الغرزه من الجهه السفليه هكذا حتى يتشكل عندي حرف اكس. شوفوا معايا حرف اكس، هاوليك ان شاء الله يكون واضح على الشكل حرف اكس. من بعد نحكم الخيط تاعي، ندورو على لي زيكوي اللي راهو في الاسفل، من بعد نسحب، نخرج لي زيكوي تاعي هكذا ونسحب بالغرزه بهذه الطريقه. ان شاء الله تكون واضحه. نزيد نعاود معكم وحده. شوفوا معايا نحكم هنا لي زيكوي، ندخلو في الغرزه من الجهه السفليه بهذه الطريقه هكذا حتى يتشكل لنا حرف اكس. من بعد نحكم الخيط تاعي، نلفو على لي زيكوي، من بعد نطبعو شويه هكا بيدي برك هكذا حتى يخرج من التحت ونجبد، نسحب الخيط تاعي تتشكل لي كذلك غرزه. شوفوا معايا الغرز تاعي هامليك راني نخدم في الغرز. نزيد وحده معكم يعني حتى نكملو كامل الغرز. نلفو الخيط، من بعد نسحبو هكذا. راني قربت لكم العمل يعني باش تشوفوا جيدا. شوفوا معايا راح نزيد نعاود وحده. ندخلوا لي زيكوي من الجهه السفليه، نلفوا الخيط على لي زيكوي، من بعد نسحبوا. مبتدئات لازم تكرروا العمليه عده مرات حتى يعني ايدكم توالف كيفاش تحكمي لي زيكوي، وكذلك توالف كيفاش الخدمه تاعك تخدميها. هنا الطريقه كيفاش تحكمي لي زيكوي، كل وحده كيفاش تكون اريا، كيفاش تكون مرتاحه كيفاش تحكم لي زيكوي تاعها. كاين اللي يحكموا هكذا، كاين اللي يحكموا هكذا على شكل قلم ويخدموا، يعني كل وحده كيفاش تكون مرتاحه كيفاش تحكم لي زيكوي تاعها. انا يعني نوريكم الطريقه وانتم كيما كنتم مرتاحين اخدموها. شوفوا معايا هنا راح نكملوا. راح نزيد ندخل لي زيكوي تاعي من التحت هكذا، نسحب ونخرج هكذا. نزيد معكم وحده بهذه الطريقه هكذا. بقات لنا الغرزه الاخيره راح نزيدو نخدموها مع بعض هكذا ان شاء الله يكون واضح. شوفوا هنا معايا رانا خدمنا كامل الغرز تاعي حاملك. شفتوا هنا الشكل معايا. الان واش راح نديرو؟ نقلب العمل. شوفوا هنا الشكل الغرزه من الخلف كيفاش جات. نقلب العمل، نجيب لي زيكوي اللي فيه الغرز نجيبو من جهه اليسار، ولي زيكوي اللي ما فيهش الغرز نجيبو من جهه اليمين. شوفوا هنا معايا انا قلت لكم ديما الغرزه الاولى ما نخدمهاش، هايليك شوفوا نديرها على لي زيكوي هكذا، نسحبها فقط تخرج على لي زيكوي هكذا. راني درتها هنا يعني خرجت الغرزه تاعي هكذا، راني خرجت الغرزه تاعي على لي زيكوي. هنا شوفوا معايا راح نعاودوا نكرروا الطريقه اللي درناها في السطر السابق، يعني ندخلوا في لي زيكوي. شوفوا نحكموا لي زيكوي هذا اللي ما فيهش الغرز، ندخلوه في الغرزه تاعي الاولى هكذا حتى يتشكل لي حرف اكس. من بعد نحكم الخيط تاعي، نلفو على لي زيكوي ونسحب هكذا. نزيد ندخل، يعني نخدم معكم بالعقل يعني باش يشوفوا المبتدئات. شوفوا معايا هكذا راني نزيد ندخل وحده. شوفوا معايا الشكل بهذه الطريقه هكذا. دخلت لي زيكوي من الجهه السفليه حتى تشكل لي حرف اكس، من بعد نلف الخيط تاعي على لي زيكوي بهذه الطريقه ونسحب هكذا. نزيد وحده هكذا بهذه الطريقه هكذا، يعني سهله بسيطه. المبتدئه قلت لكم كرروا العمل تاعكم.
خدموا عدة مرات، عدة سطور، يعني كل مرة خدميها تخسرت لك الخطرة الأولى عاوديها الخطرة الثانية، زاد تخسرت لك الخطرة الثانية عاوديها الخطرة الثالثة، يعني حتى ايدك تتسرح في العمل، يعني تولي تقدري تحكمي لي زيكوي بأريحية، وكذلك تخدمي الغرز تاوعك كذلك بأريحية، يعني ما تجيكش صعيبة الخدمة، يعني ايدك تكون متعودة على العمل تاعك. هكذا نكملوا الغرزة الأخيرة. شوفوا هنا شكل الغرز تاعي، هاك شوفوا هنا هذه هي الغرزة العدلة، يعني خدمنا العمل تاعنا من كلتا الجهتين. شوفوا كذلك الجهة منا، هايلك شوفوا معايا، هاك راح نزيد نبدا معكم السطر هذا هكذا، شوفوا معايا بهذه الطريقة هكذا. راح الغرزة الأولى دائما ما نخدموهاش، نسحبوها فقط على لي زيكوي نخرجوها هكذا بهذه الطريقة. من بعد نحكم لي زيكوي تاعي ندخلو في الغرزة من الجهة السفلية، نلف الخيط على لي زيكوي ونسحب، نزيد الغرزة الثانية بعدها كذلك نلف الخيط على لي زيكوي ونسحب، نزيد ندخل لي زيكوي تاعي من الجهة السفلية، نلف الخيط تاعي ونسحب، نزيد كذلك ندخلو من الجهة السفلية، نلف الخيط تاعي ونسحب، نزيد كذلك حتى نكمل كامل الغرز اللي عندي بهذه الطريقة، يعني تكرار في العمل. مبتدئات قلنا كرروا، ما تعيوش من التكرار باش تكون عندكم نتيجة جيدة. كرروا العمل تاعك، خطأتي خطرة زوج ثلاثة أربعة، المهم أنك في النهاية تتحصلي على النتيجة اللي راكي حبيتيها. شوفوا هنا معايا العمل، هاوليك الشكل تاعي هكذا. شوفوا الغرز توعي من هذه الجهة، وكذلك شوفوا الغرز توعي من هذه الجهة، هامليك الغرز توعي. انا نزيد نطلع فيهم شويه باش تبان لكم الغرزه اكثر ونرجع لكم. اللي خدمت عده سطور، شوفوا الشكل الغرزه تاعي هنا كيفاش جات ما شاء الله. شوفوا كذلك من الخلف، يعني نفس الغرزه كما تجيك منا هذه هي الغرزه العدله. الان راح نزيد نخدم معكم السطر الاخير هذا، يعني باش نزيدوا تشوفوا اكثر، يعني الطريقه راح نقرب لكم العمل، يعني باش تشوفوا الطريقه جيده. شوفوا معايا هنا الغرزه الاولى نسحبها ما نخدمهاش، ندخل في الغرزه اللي بعدها، شوفوا معايا ندخل هكذا في الغرزه، نلف الخيط تاعي على لي زيكوي، نسحبو ومن بعد نسحب ونخرج الغرزه، هايلك نزيد الغرزه اللي بعدها بهذه الطريقه، نلف الخيط على لي زيكوي ونسحب هكذا، نزيد كذلك الغرزه اللي بعدها. كما قلت لكم المبتدئات قلت لكم كرروا العمل تاعكم، يعني حتى واذا كنتي تخدمي هكذا وتخسر لك العمل تاعك معليش تقدري تعاودي تحليه وتعاودي، يعني التكرار في العمل هو اللي راح يعطي لك نتيجه احسن. يعني في البدايه تجيك شويه صعيبه، لكن من بعد كي تتعود يدك على العمل يعني راح تجيك سهله وبسيطه، يعني تولي ان شاء الله تولي محترفه في عمل التريكو. شوفوا هنا معايا الشكل تاعنا كيفاش جات الغرزه ما شاء الله. هذا هو العمل تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا فهمتوا عليا ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا، واذا ما فهمتوش خلوا لي تعليق يعني على الاشياء اللي ما فهمتوهاش باش نعاود نشرحها لكم باذن الله. الفيديو المقبل بحول الله راح نديروا الغرزه المقلوبه، قلنا اساسيات التريكو الغرزه العدله والغرزه المقلوبه. اليوم درنا الغرزه العدله، في الدرس المقبل بحول الله راح نديروا الغرزه المقلوبه. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.